تخيل معايا إنك تصحى من النوم تلاقي كل رسالك متردد عليها، شغلك منظم، مواعيدك مترتبة، واللي محتاج تشتغله اليوم جاهز. مش بس كده، تخيل إن في نسخة رقمية منك بتشتغل بالنيابة عنك. ده مش خيال، ده اللي بيحصل فعليا في 2025. والنهاردة هنتكلم عن أكبر ثورة جاية، المساعد الشخصي الذكي اللي هيغير حياتنا بالكامل. المساعد الشخصي الذكي هو نسخة AI بتعيش معاك على موبايلك، تحلل سلوكك، تفهم أسلوبك، وتتعلم منك كل يوم. مش بس يجاوبك، لأ، ده ينفذ، يكتب رسائل، يحجز مواعيد، يتابع مهامك، يعدل صورك وفيديوهاتك، ويقترح عليك قرارات ذكية. فكر فيه كأنه سكرتير شخصي، مدير أعمال، صديق فهمك. إزاي بيشتغل؟ علشان تفهم قوته لازم تعرف إنه بيعتمد على 4 حاجات. 1. التعلم من أسلوبك، يقرأ طريقتك في الكتابة، أولوياتك، جدولك. 2. توقع احتياجاتك قبل ما تطلب. 3. تنفيذ مهام نيابة عنك، يرد، يحذف، يرتب. 4. ربط كل أدواتك ببعض، بريدك، أعمالك، سوشيال ميديا، صورك. يعني بدل ما تشتغل على 10 تطبيقات هو يشتغل فيهم كلهم. تخيل المساعد يرد على واتساب وانت مشغول بنفس أسلوبك، يعمل لك فيديو ريل أو شورتس من صورك بدون ما تمسك الموبايل، يراجع عقد PDF ويقول لك فين المشكلة القانونية، يحجز لك تذكرة ويقارن الأسعار، ينظم يومك بالكامل ويقول لك تعمل إيه الأول. الموضوع مش سحر، دي قدرات الجيل الجديد. ليه ده هيبقى ترند 2025 إلى 2026؟ ببساطة لأنه هيوفر على الناس وقت، مجهود، فلوس، طاقة ذهنية. ومع زيادة الضغط في الشغل والدراسة الناس هتميل إن AI يشيل عنهم. ده غير إن الشركات كلها الآن بتتنافس على إطلاق المساعد الذكي الأقوى، والسباق ده نفسه هيولد ضجة رهيبة. هل في مخاطر؟ طبعا أي تقنية قوية ليها جانب خطير، أهمها الخصوصية. المساعد بيعرف كل حاجة عنك. الاعتماد الكامل، ممكن نكسل أكتر من اللازم. تزييف الهوية، ممكن يولد كلام على لسانك. علشان كده لازم نستخدمه بعقل ونفهم حدوده. المستقبل اللي جاي أكبر بكتير. هتشوف مساعدك الذكي كصوت، كشكل، كشخصية. ممكن حتى يكون شخصية ثلاثية الأبعاد، هيشتغل في الشغل بدلك وهيدير مشاريع كاملة وهيبقى معاك طول حياتك. السؤال الحقيقي، هل احنا جاهزين للمرحلة دي ولا الذكاء الاصطناعي هيكون سابقنا بخطوة؟ لو عايز تشوف فيديوهات أكتر عن الذكاء الاصطناعي وكيف تستفيد منه شخصياً، اشترك بالقناة واضغط لايك واكتب لي تحت عايز مساعد يبدأ يعمل إيه؟